عايزه احكي لكم عن تجربه فاشله ليا في الفود بلوجر. في يوم من الايام كلموني كده شركه وقالوا لي عايزينك تنزلي تعملي ريفيو لمطعم. طيب تمام، المطعم ده بيقدم ايه؟ بيقدم فرايد تشيكن. طيب تمام، ممكن لينك المطعم. بعتولي لينك المطعم، بصيت عليه لقيته فاتح في حته مرموقه وليه اكتر من فرع. طيب حلو قوي، قلت لهم تمام انا معاكم في الريفيو. البادجت بتاعك كام يا ستي؟ قلت لهم البادجت بتاعي قد كده. قالوا لي خلاص هنبعت لك 50% و50% بعد الريفيو. وبالفعل جه اليوم اللي انا اروح فيه المطعم، وكنت بالصدفه اللي انا رايحه المطعم انا وعيلتي لاني كانوا عندي زياره من اسكندريه. فقلت لهم مش مشكله، حتى لو كده نطلب احنا اوردر زياده. دخلت المطعم وطلبت الاوردر وقلت لهم هاتولي الايتم اللي هيتعمل عليها الريفيو. قالوا لي تمام، هننزل لك الاوردر كله على بعضه اللي عليه الريفيوز واللي انت طالباه كمان. قلت لهم تمام. اتاخروا في تحضير الاكل شويه، قلت اكيد بيعملوا الحاجه فريش وحلوه وسخنه، ما هو ريفيو بقى. وراح بقى ايه، نزل لي الاكل. انا لقيت الفراخ عامله كده والجناح عامل كده، يعني هي الفراخ قدامي بس هي فراخ معوقه. فقلت مش مشكله، يمكن البريدنج اللي عليها ما ظبطش معاهم والشكل مش طالع ولا بد، مع انه هيتصور في الريفيو بس هم حرين. ونسيت اقول لكم حاجه، اللي قبل ما ادخل المطعم عملت ستوري ليكم وقلت لكم انا جايه اجرب النهارده المطعم الفلاني وهقول لكم الفيدباك بتاعي. لو ما قلتش الفيدباك بتاعي يبقى المطعم ما عجبنيش لعدم احراجه، وانا ماشيه بمقوله لولا الاذواق لبارت السلع. سمينا الله ولبسنا الجوانتيات وقلنا بقى ناكل. جيت بقى امسك حته الفرخه الاقيها الفرخه مخشبه من كتر ما هم قالوها، وهي اصلا كانت مقليه قبل كده فالفرخه خشبت. فراخ كانت بايته عندهم، وكمان من جوه في فراخ مجمده وفيها دم، يعني الزيت ما وصلش ليها من جوه. وطبعا كلنا اصبنا بقرفه وعدم رضا عن الاكل تماما. اسكت ما اسكتش، ندهت الويتر قلت له لما انت بتقدم لي الاوردر كده وانا جاي اعمل لك ريفيو، اما لما يجي لك الكلاينت نفسه هتقدمه له ازاي؟ هيبقى عامل ازاي؟ وعاوزني او اشكر في الاكل عشان انت دافع لي فلوس؟ انا اسفه، شيل اكلك وانا هتصرف مع الشركه اللي بعتتني لهنا. وبالفعل كلمت الشركه وقلت لهم انا مش هكمل الريفيو دوت لان الموضوع 1 2 3. قالوا لي نعدل لك الاوردر وننزل لك اوردر غيره. قلت لهم اسفه، انا كان ممكن يبقى مكاني حد من المتابعين ويجي يكون محوش فلوسه او ناوي لي دي خروجه الشهر وتبوظوا له اليوم او الشهر، وانا هستفاد ايه لما يدعوا عليا؟ وبالفعل قررت ان انا ارجع لهم فلوسهم وما كملش الريفيو بتاعي. قولوا لي بقى انتوا لو مكاني سواء كنتوا متابعين او بلوجر بتعملوا ايه؟ هل انا اتصرفت تصرف صح ولا كان تصرفي مش محله؟